21 نوفمبر 2024 الرئيس الصيني كيقوم بزيارة رسمية للمغرب، ولو أن هذه الزيارة ما لقاتش في الحقيقة استقبال رسمي كبير من طرف المغرب، أو على الأقل هكذا أريد لها أن تظهر به، إلا أنها ستسيل الكثير من المداد لدى الصحافة الأوروبية والأمريكية. جريدة لو موند الفرنسية أوردت أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو اتصل شخصيا بناصر بوريطة وأكد له أن الولايات المتحدة لا تنظر بشكل إيجابي لما وصفه بالتقارب الرومانسي بين الصين وواحد من أقدم حلفاء واشنطن. انتهى الاقتباس. شنو باغيه الصين من المغرب وعلاش كيتخوفوا أمريكا وأوروبا من هذا التقارب؟ القصة بدات في 31 ماي 2024 ملي العالم غيستيقظ على مذكرة تفاهم ما بين المجموعة الصينية غوشن هايتك والمغرب لبناء أكبر محطة جيجا فاكتوري لإنتاج البطاريات الكهربائية باستثمار كيتجاوز 60 مليار درهم، واللي غادي يصبح واحد من أكبر المصانع في العالم. وبسرعة البرق خبر ثاني كالصاعقة، مجموعة صينية جديدة CNGR هذه المرة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات ومجموعة المدى التابعة للهولدينغ الملكي يتفقوا تحت مسمى شركة كوبكو اللي هي اختصار الكور باتري كومبوننتس لإنتاج مادة لاكاثود انطلاقا من عناصر الليثيوم والحديد والفوسفات. هذا الشيء بالإضافة للمصنع الثالث في طنجة شركة BTR الصينية إنتاج لي زانود ولي سيباراتور. هادشي كيعني ببساطة أن المغرب غادي يتحكم في سلسلة توريد البطارية الكهربائية، وهو ما يعني إنتاج بطارية كهربائية كاملة، وهذا الشيء اللي ما كتوفرش عليه لا أمريكا ولا أوروبا. بالنسبة للمغرب إنتاج بطارية كهربائية متكاملة هو استمرار لقصة نجاح صناعة السيارات اللي بدات هذه سنوات. فمن بعد الموصلات الكهربائية والمقاعد والإطارات منظومة ليفخان ومواد غيار أخرى، المغرب كيستكمل إنشاء سيارة متكاملة بإنتاجه للبطاريات الكهربائية. أما بالنسبة للصين فاختيارها المغرب من دون حلفائها الكلاسيكيين السابقين بحال دول شرق افريقيا كينيا اثيوبيا رواندا ولا مصر ولا حتى الجزائر له اكثر من دلاله وتفسير. الاولى، المغرب موقع على اتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي ومع الولايات المتحده الامريكيه، وهادشي اللي غادي يمكن الصين من تجاوز العقوبات والمشاكل ديال التصدير اللي مفروضه على الاقتصاد ديالها. ثاني حاجه وهي ان المغرب يمتلك منظومه متكامله لانتاج السيارات كتوصل لازيد من 700 الف سياره في السنه. والحاجة الثالثة واللي مهمة بزاف وهي أن المغرب كيمتلك رابع عشر أكبر احتياطي في العالم لمادة الكوبالت اللي كتدخل في صناعة البطاريات الكهربائية. وحيت الصينيين ما عندهمش مع اللعب فبداو بالفعل في إنشاء مصنع مختص في إنتاج مادة كبريت الكوبالت بمنطقة قماسة جنوب مدينة مراكش. حجم الاستثمارات الصينية حسب وكالة الطاقة الدولية يمكن تجاوز 10 المليارات أورو، هي 100 مليار درهم. وإذا كنتوا كتعتقدوا بأن الصينيين اختاروا المغرب غير هذه الأسباب فغتكونوا مخطئين، لأن الصين اللي كتمتلك أصلا 6 من أصل 10 الشركات الكبرى اللي مستحوذة على سوق إنتاج البطاريات الكهربائية واللي كيتزعمهم العملاق الصيني سياتيل، تعلن في النهاية ديال 2024 عبر الشركة ديالها غوشن هايتك اللي مستثمرة في المغرب عن اكتشافها لطريقة جديدة لإنتاج البطاريات الكهربائية أرخص 30% وأكثر جودة من الطريقة اللي كيعتمدوها المنافسين ديالها تسلا وفولكسفاغن وجنرال موتورز اللي كيعتمدوا على مواد الكوبالت والنيكل. هذه الطريقة جديدة كتعتمد على تقنية ال LFP وهي الليثيوم والحديد والفوسفات، وبما أن أهم عنصر في التخليطة هذه وهو الفوسفات فما كاين محسن من المغرب أكبر احتياطي لمادة الفوسفات في العالم، وأزيد من 70% من احتياطيات العالم موجودة في المغرب. أكثر من هذا، الصينيين حطوا الشركة ديالهم الثانية CNGR على بعد أمتار قليلة من مصنع LOCP اللي موجود في الجرف الأصفر، واللي غادي يساهم في مرحلة أولى في إنتاج أزيد من 1,000,000 بطارية كهربائية في السنة، واللي غادي يزودوا أساساً شركات ديال رونو PSA اللي خدامين في المغرب، وجزء آخر مهم غادي يمشي لصالح الشركات الصينية الأخرى. باختصار شديد، جوج طرق باش كيتصوبوا البطاريات الكهربائية. الطريقة الأولى اللي كتعتمد على النيكل والكوبالت وهما اللي كيتصوبوا بها السيارات الكهربائية ديال الشركات الأوروبية والأمريكية بحال تسلا وفولكسفاغن مرسيدس وغيرهم.
والطريقه الثانيه هي الطريقه اللي كتعتمد على LFP، على الليثيوم والفوسفات والحديد، وهي الطريقه اللي معروفه عند الصينيين لانتاج سيارات كهربائيه متوسطه وصغيره وارخص وفي متناول الجميع. هادشي هو اللي كيليق للمغرب وكيليق المصانع ديالو ديال رونو وديال PSA. هذا التقسيم هذا كان قبل من الاكتشافات الجديده اللي بينات بان ال LFP عامر بلي سوربريز، ومن غير انه رخيص فهو عنده قدره على الاستدامه اطول، وبما انه كيعتمد على الحديد بدل الكوبالت فهو قابل لاعاده التدوير وبالتالي اعاده الاستعمال، خصوصا وان انتاج بطاريه كهربائيه من الاول هي عمليه جد معقده وكتحتاج امكانيات كبيره. وبلغه الارقام السيارات اللي كتمشى بال LFP هي الاكثر مبيعا والاكثر شعبيه في العالم. هادشي كيعني بان البطاريات اللي كتعتمد على عنصر الفوسفات كتقوم بالثوره داخل ثوره. هادشي خلى شركات كبيره بحال مرسيدس بنز وستيلانتيس يوقفوا بشكل نهائي المصانع ديالهم اللي كانوا كيتبناو في كل من ايطاليا والمانيا، اللي كانوا كيتصايبوا بالتقنيه ديال NMC اللي هي اللي كتعتمد على النيكل والكوبالت. وكذلك شركه رونو الفرنسيه اللي توجهت شرقا نحو سياتيل الصينيه لتزويدها ببطاريات من نوع LFP. هادشي كامل في النهايه كيدينا لوجهه واحده وهي ارض المغرب، بلاد الفوسفات، واللي العالم يلا غادي يبدا يعرف بالقيمه الحقيقيه ديالو، وغادي يعوض البترول في مستقبل اقرب من اللي كنا كنتوقعوه، خصوصا مع الاعلان ديال الدول الاوروبيه على نهايه استعمال الوقود الاحفوري اي ليسونس والمازوت سنه 2035. هادشي قد ما كيفرح قد ما كيحمل معاه مخاطر واختيارات جيوسياسيه لازم على المغرب يديرها في المستقبل. واحدة من هذه الاختيارات اللي واضحة الآن هو أنه قرر يمشي حتى النهاية في المسار ديالو ديال التصنيع وديال صناعة السيارات وديال الاستفادة من التطور ديال القيمة ديال الفوسفات المغربي.